نبي الله يعقوب عليه السلام بعد فقدانه ليوسف عليه السلام فقد بصره وصحته وظل سنين على هالحال إلى أن بيوم من الأيام زار الوحي. يعقوب حس بوجوده ورحب بيه وقال له شوف الصار بيه بغيبة ولدي يوسف، صرت عاجز. الوحي قال له منو اللي خلق يوسف ورعاه؟ يعقوب قال له الله إله الخلائق ورب كل شيء. يرجع يجاوب الوحي عن من خايف بعد، وسأله وقال له كم ولد عندك؟ قال له 12 إذا حسبت بنتي. الوحي قال له مع الأسف أنت يصير بيك هذا كله وأنت فقدت واحد من أصل 11، مو هذا اللي عهدنا بيك يا يعقوب. يعقوب يرد وقال له ما حد بيهم يعوض فراق يوسف لأنه هو لا نظير له. الوحي جاوب وحده الله لا نظير له. يوسف هو ولي الله. والوحي قال له وشلون عرفت هو ولي الله؟ الحلم مالته واني بحلم يوسف كنت ساجد بين يديه. الوحي قال له يا يعقوب انت هنا وقعت بخطأ كبير بسبب حبك المفرط ليوسف. وهنا النبي يعقوب حس بندم واستغفر ربه وقال له أنا حب ليوسف لأن هو ولي الله وليس شريكه، ولعل الحبيب قد أبطأ في وصالي وأحرمني لقياه لأن حب المفرط ليوسف أعماني. والوحي قال له إن بعد العسر يسرا ونهاية الفراق قريبة، استعلم حال يوسف في مصر. وفعلا لقوه وكان عزيز مصر. وانت يا عزيزي خلي ببالك اي شيء نحبه بشكل مفرط بدون الله راح نفقده. لهالسبب يا عزيزي لا تحب القسخون حب مفرط. أنا القسخون انشر قصص منوعة، لا تنسى اللايك والمتابعة.